اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل ملاعب اليوم، ومكملين بقى في الخناقه بتاعتنا النهارده مع النجم. اول موضوع الكتاب، ممكن فعلا في يوم من الايام تكتب كتاب؟ طبعا. ممكن يعني في يوم من الايام تتجه للاعلام؟ طبعا. ممكن في يوم من الايام تعمل برنامج؟ طبعا. لا الثلاث يعني كل الحلول موجوده، الواحد ما يعرفش بعد ما يخلص هيعمل ايه. لكن طبعا الكتاب ده حاجه اكيده. ليه؟ لان انا يعني عايز اقول لك ان انا يمكن اللعيب الوحيد في العالم اللي لعب في عدد الدوريات دي. سيبك بقى حاجه كويسه حاجه وحشه نسيب الناس تحكم لها، انما عندي قصص في حياتي وحاجات حصلت لي في عالم كره القدم ما اعتقدش ان في اي لعيب في العالم عدى بيها عامه في العالم كله صراحة. وفي العالم كله يعني كتابك ده لا بجد يعني في حاجات، يعني اعتقد ان انا لو عملت كتاب، وميزه ان انا ان شاء الله لو عملت كتاب ان انا اقدر اعمله بكذا لغه وفي دول مختلفه، والدول دي كلها انا لعبت فيها واعتقد ان هو ممكن يعمل نسبه مبيعات كويسه. كان عندك احساس ان لو فتحنا التليفون اتكلم حد اهلاوي ان هو هيقول لك كده؟ على مين؟ على احمد دياب؟ لا احمد دياب لازم يقول لك كده وحبيبك يعني ماشي. لا انت عندك ان الجمهور بقى عندك حد ان حد ممكن يقول لك كده، يعني في واحد من الاهلي ممكن يقول والله احنا بنحترم وجهه نظر كابتن. على فكره اقول لك حاجه، طول عمري وانا ماشي في الشارع عمري في حياتي ما تعرضت ان انا كان عندي مشكله مع حد من جمهور الاهلي. ليه بقى؟ اقول لك ليه. لان الجمهور يعني الجمهور عموما وجمهور النادي الاهلي لما يجي يشوف واحد بيحب نادي الزمالك وما عندوش استعداد انه يلعب في حته ثانيه من غير ما يهاجم مكان تاني بيحترمه. والحمد لله نقطه الاحترام دي موجوده بيني وبين جمهور النادي الاهلي. وعمري في حياتي ما كان في مشكله بيني وبينهم في الملعب. على فكره انا لما كنت بلعب في اياكس وجينا لعبنا النادي الاهلي، الاستاد كان فيه حوالي 60,000، الاستاد كله كان بينادي عليا قبل الماتش. كل الاستاد كان بينادي عليا قبل الماتش. لا ما انت عندك موهبه في الحته دي. ده انت في مشكله الكابتن حسن شحاته كل الاستاد بينادي، يعني بيقول لك بره ميدو، وبعديها ب 24 ساعه كل الاستاد بيقول لك ميدو. ما دي كانت حاجه كانت برضه من المواقف الصعبه. انا لو قدامنا وقت انا ممكن احكي لك موقف غريب يعني. بس الحته جمهور الكره متقلب يا كابتن سيف. جمهور الكره بس في حد عنده سنس الجمهور طبعا. يعني في ناس، يعني النهارده الكابتن حسام وكابتن ابراهيم مثلا اول ما حط رجلهم في نادي الزمالك رجعوا الجمهور خلاص شفناه بكثافه. في ناس عندها علاقه طبعا. دي بتاعت ربنا بتهيألي يعني. بتاعت ربنا، قبول من عند ربنا طبعا، وذكاء في التعامل مع الجمهور. يعني انت لازم تتعامل مع الجمهور دايما كانه شخص واحد. ما ينفعش تتعامل مع الجمهور ان هم 5 مليون، لا لازم تتعامل مع الجمهور ان هو شخص. امتى تقرب منه وامتى تبعد عنه، وما تقربش منه زياده عن اللزوم، لان اول واحد هيحرقك هو الجمهور. في معادله مع الكاريزما مع الشغل هو الملعب. طبعا الشغل بتاعك لازم تبقى معادله عندك، يعني ليها اطراف كتيره جدا. لو زودت في حته معينه تتعب. يعني الجمهور يعني زي ما بقول لك الحمد لله في كل حته شغل جامد. مهيب عامل لنا شغل جامد. لا مهيب انت واجب لازم يعني انا اقول لك حاجه بمناسبه الجمهور. ده كان ماتش ميدلسبرو وتوتنهام، والماتش ده احنا كسبنا 2-1. بعد الماتش جمهور توتنهام كله قعد يحييني لمده ربع ساعه، وكان في ملعب ميدلسبرو. لا علاقات قويه. طب جمهور نادي الزمالك عنده اسئله ميدو من جواه. كل الجمهور كان بيحلم يشوفك انت عمرو زيك جنب بعض، يعني شفناكم في ويجن بتلعبوا جنب بعض، ودايما انت بتلعب قدام سنه، بتعملوا ستريتشنج في الملعب، انت ليك بتاخد العالي هو بيلعب على البعيده، يعني في سيستم. بس واضح ان تجربه ويجن دي ما بقتش بالنجاح انك تلعبوا جنب بعض. الناس النهارده بقى بتسال انت حابب تلعب جنب عمرو زكي، جنب رزاق، جنب جعفر، طبعا. بص كابتن سيف، اللعيب لازم يكون عنده من الذكاء ان هو كل لعيب يلعب جنبه ان هو ازاي يأقلم نفسه على طريقه لعبه. وانا الحمد لله لعبت جنب لعيبه كتير جدا مختلفه وكلهم طريقه لعبهم مختلفه. لكن لما تيجي تسالني هل تتمنى ان عمرو زكي يكون موجود معاك؟ طبعا اتمنى ان عمرو زكي يكون موجود معايا. ليه؟ عمرو زكي هيتقلني جوه الملعب، عمرو زكي هيشيل المسؤوليه عني جوه الملعب، لان هو لعيب كبير ولعيب يوم ما نبقى مزنوقين هقدر ابص له في الملعب ان هو يخلص معايا. كل ما الفرقه بيتواجد فيها نجوم يا كابتن سيف واسماء كبيره بتزود الفرقه، مش العكس زي ما الناس فاهمه. النهارده لما باجي انا نادي الزمالك العب النادي الاهلي وبلعبه، وفي الملعب ابو تريكه وبركات ومتعب وشوقي وحسام غالي وائل جمعه، كل الاسماء دي لما باجي انا النهارده زمالك واهلي بلعبهم بعمل حساب لكل واحد فيهم لوحده طبعا. وبعمل حساب ليهم كلهم مع بعض طبعا. انما النهارده لما اجي النهارده العب نادي الزمالك وبلعب في نادي الزمالك وعمرو زكي مش موجود وميدو مش موجود وشيكابالا النهارده مش كويس. ميدو جربت تاخد شيكابالا وتقعدوا مع عمرو وتهدوا الدنيا؟
نهدي الدنيا من ناحيه ايه؟ يعني فلوس تهدوا وكده؟ تهدوا عمرو خليه يتمرن يصبر القصه. والله يا كابتن يعني الفتره اللي فاتت انا حاولت ان انا اتصل بعمرو كذا مره، لكن يعني عمرو برضو يعني ماشي في السكه اللي هو عايز يمشي فيها. في فرق بين عمرو وحازم. اقول لك ايه الفرق؟ الفرق ان عمرو لعيب كبير وراجل سنه 28 29 سنه، انا ما اقدرش انصحه، هو راجل بيفكر زيه. انما لما يكون لعيب عنده 22 سنه ليه الحق عندي ان انا اقعد معاه واتكلم معاه واقول له اللي انت بتعمله غلط، واقول له يا ريتني وانا قدك كان في ناس بتنصحني بالشكل او يا ريتني وانا قدك سمعت كلام الناس اللي كانت بتنصحني. يعني ده يعني انا عايز افرق بين ناحيتين، الناس يقول لك اشمعنى عمل كده مع حازم واشمعنى ما عملش كده مع عمرو. انا عمرو راجل قدي في السن. عايز اقول لك احنا شخصيا مستغربين رغم ان في برضه اشاعات كتيره ان عمرو زكي احتمال يروح الاهلي او في كلام مع الاهلي. عمرو عمره ما قال ان هو رايح الاهلي. وانت لازم الناس تفرق حاجه، كلمه انا رايح الاهلي او الكلام ان هو التهديد المباشر. لا هو الراجل ما قالش الحقيقه. لا هو في اشاعات يعني، لكن هو عمرو ما صرحش عشان نكون برضه في فرق ان انت تسمع ان فلان الفلاني قال الكلام ده وحد يقولها لك في وشك. انا عن نفسي ما اقبلش ان الكلام ده يتقال لي في وشي. بس قلت لي مره في حاجات ما ينفعش تحصل، انا مش فاهم يعني ايه. يعني قلت لي مره شيكابالا ما ينفعش يلعب في الزمالك، ميدو ما ينفعش يلعب في الزمالك، عمرو زكي ما ينفعش في الاهلي، قصدي ميدو ما ينفعش يلعب في الاهلي، عمرو زكي ما ينفعش يلعب في الاهلي، ابو تريكه ما ينفعش تلاقيه في الزمالك. مش فاهم والله. في البلد، في اللي احنا شايفينه في البلد كل حاجه بتحصل. يعني الدنيا عماله كل حاجه بتحصل في البلد دلوقتي. يعني مفيش حاجه ممكن تحصل في البلد ما شفناهاش في الفتره اللي فاتت. مش بعيده اشوف كابتن محمود الخطيب يرجع تاني يلعب في الزمالك. اي حاجه ممكن تحصل. طالما قلنا بقى ابو تريكه وميدو وشيكابالا، يعني طالما قلنا الاسامي الكبيره دي، نروح بقى للمنتخب. باب برادلي كان جه الراجل من فتره، ابتدى اول تجربه دي في البرازيل، اعلاميين كتير جدا قالوا يعني الراجل بقى مصري بسرعه. ما فهمناش اللفظ، بس اللفظ ده كان يشير على ضم ابو تريكه، او ان هو الراجل اتاثر بالراي العام او بالجمهور او بالاعلام فقال انا هضم ابو تريكه. رايك ايه؟ لا هو بعيدا عن قصه ابو تريكه، طبعا بوب برادلي الاول واحد من المدربين الناجحين جدا مع المنتخب الامريكي، وراجل عنده سي في قوي. خلي بالك بقى في الاسم عشان الاسم احنا اتلخبطنا فيه كتير. هو اسمه ايه؟ هو اسمه بوب برادلي. لا اسمه باب برادلي. باب برادلي. ما احنا القصه دي عشنا فيها كتير. يبقى مصر هي اللي قلبتها بوب وهو قابل ان هو بوب. يعني هو ما عندوش مشاكل. الراجل جه اتحط في موقف صعب جدا ان هم حطوا له اول ماتش البرازيل. وده يعني انا كنت شايف ان يعني ما كانش وقتها ماتش البرازيل، لكن الاتجاهات التسويقيه وطبعا يعني طبعا الاتحاد عارفين ان هم بيعملوا ايه اكتر مني، ما اقدرش اتكلم في شغلهم. الراجل اتحط في موقف صعب ان هو يلاعب اقوى منتخب في العالم يعتبر هو المنتخب الاسباني في اول مباراه ليه. عنده مشكله ثانيه ان الثاني ارتباط ليه بعد ماتش البرازيل في فرق كبير، في فتره زمنيه كبيره، فهيقعد ياخد على دماغه الفتره الجايه كلها. فالراجل دلوقتي بيحاول يعمل اي معسكر داخلي، يعمل اي ماتش ودي يخلي الناس تنسى الكلام اللي حصل في قطر ده. فالموقف بالنسبه له صعب جدا. انا يعني طبعا هو راجل اكيد بيفهم اكتر مني. انا لو انا هوجه له نصيحه اوجه له نصيحه واحده بس، ان هو يشتغل بالدماغ الامريكاني بتاعته، ما يسمعش كلام حد، يعني يشتغل بدماغه، يعني يشتغل بدماغه بس. وطبعا الناس كلها بتاعت الكوره فاهمه الكلام اللي انا بقوله عشان ينجح في البلد دي. يعني عشان ينجح في البلد دي يشتغل بدماغه فقط. لو سمع لده وده 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 واعمل ايه عشان اكسب ده واعمل ايه عشان اكسب ده وامتى استبعد ده وامتى اجيب ده، يبقى كده احنا بنتكلم في كلام تاني خالص. يعني بنتكلم في حته تانيه غير ان راجل امريكاني جاي يدرب منتخب مصر. ميدو فاضل لي 30 ثانيه، عايزك في ال 30 ثانيه دول تقول لي تتوقع ايه نادي الزمالك في الجزء الثاني من الدوري بعد العوده؟ هو الدوري ما فاتش منه الا 6 ماتشات. يعني مش عايز الناس تحس ان احنا عندنا جريمه. احنا لا نكسب الماتش المتاجل عندنا يبقى الفرق بيننا وبين النادي الاهلي بونت. يعني دايما الناس ما تنساش النقطه دي. يعني عينك السنه دي على الدوري؟ طبعا لغايه يعني هنحاول رغم كل المشاكل دي ان احنا نلعب للمكسب في كل الماتشات اللي جايه باذن الله. ان شاء الله ميدو بالتوفيق، وقتنا خلص يعني الوقت معاك عدى كأنه دقيقه. شرف ان شاء الله تكون معايا. شكرا يا سيف. التوفيق. الحقيقه بشكركم اعزائي المشاهدين، كانت حلقه النهارده مع احمد حسام ميدو، نتمنى ان شاء الله باذن الله انكم استمتعتوا معانا. استنونا بكره وفي نفس الميعاد وحلقه جديده من ملاعب اليوم.